النهارده احكي لك قصه قوم ثمود العمالقه اللي كانوا اقوياء جدا لدرجه ان هم نحتوا بيوتهم في الجبال، واللي ربنا بعت لهم معجزه كانت بتاكل وتشرب ما بينهم. ولكن المرعب في قصتهم هو طريقه موتهم الشنيعه، وازاي النبي صالح عليه السلام كان ماشي بين الاموات وعمال بيكلمهم وهم تحت التراب. قوم ثمود اللي اتحكى عنهم ان هم كانوا عمالقه زي قوم عاد اللي سبقوهم، واللي كانوا متشابهين في حاجات كتير ما بينهم. اولها ان ربنا سبحانه وتعالى رزقهم الصحه والقوه البدنيه الكبيره، اراضيهم كانت مليانه بالخيرات وما كانش في اي جيش او امه بتقدر انها تقف قصادهم، بل وان ربنا اطال في اعمارهم جدا لدرجه ان الواحد منهم كان يبني البيت بتاعه من الطين وكان البيت بينهدم وهو لسه عايش، فبداوا ان هم يحفروا جوه الجبال ويعملوا منها بيوت. حضارتهم كانت عظيمه جدا زي قوم عاد اللي ربنا حلف بعظمه مدينتهم. الم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ولكن برغم كل النعم اللي هم عايشين فيها دي بدأوا يكفروا بيه وكمان يشركوا في عبادته. فكان عندهم آلهة كتيرة جدا، وعندهم كمان واحد اسمه صانع الآلهة. الراجل ده كنت بتروح له وتقول له اعمل لي الإله اللي أنا عايزه، إله الحب، إله المودة، إله الرزق، بقى إله كبير، إله صغير ممكن تحطه في جيبك لو أنت مسافر. كانوا وصلوا لأقصى مرحلة من عصيان ربنا سبحانه وتعالى. وكأي أمة مشركة ربنا دايما بيبعت لهم نبي، ووقع اختيار ربنا سبحانه وتعالى على صالح عليه السلام. كان مشهور جدا ما بينهم وكان بينتمي لعائلة عريقة، بل وانهم كمان كانوا ناويين ان هم ينصبوه ملك عليهم. ولكن بعد ما جات له الدعوه، لانه بدا يوعظهم ويقول لهم يا قوم انتم في ضلال مبين، فبدا بقى قوم ثمود ان هم يتهموه بالكذب والدجل. قالوا له يا صالح بعدما كنت فينا، كنت واحد مننا وكنا هنخليك ملك علينا، دلوقتي اتغير حالك وبقيت بتقول كلام غريب. اتنهانا ان نعبد ما عبد اباؤنا، انت مش عايزنا نعبد الاصنام اللي اتولدنا لقينا ابهاتنا واجدادنا بيعبدوها. وهنا بقى بدات المعركه من قوم تجاهه، بيحاولوا بكل الطرق ان هم يثبتوا ان هو مجرد واحد كذاب ودجال. فاول حاجه عملوها ان هم راحوا للناس اللي بيتبعوه من الفقراء والمساكين وبداوا يسالوهم هو انتوا فعلا مصدقين اللي صالح ده بيقوله؟ طب هو جاب لكم اي ادله عشان تصدقوه ولا انتوا مشيتوا وراه كده عمياني؟ ولكن الناس اللي اتبعت صالح عليه السلام كان ايمانهم قوي، وقالوا لهم ما تحاولوش، احنا كده كده مؤمنين بصالح عليه السلام وبالرساله اللي هو جه بيها من عند ربنا. وهنا بقى قوم صالح بداوا يفكروا في حاجه اشر، الحاجه اللي هتكون السبب في هلاكهم بعد كده. قرروا ان هم يجمعوا كباراتهم وعملوا زي مجلس وجابوا صالح قدامهم عليه السلام. قالوا له بص يا صالح، احنا ممكن نتبعك بس الشرط بقى ان انت تجيب لنا معلش معجزه تثبت لنا فعلا ان الاله بتاعك اله حقيقي. فصالح عليه السلام رد وقال لهم تمام، انا هجيب لكم المعجزه اللي انتوا عايزينها، بس هل بعدها تتبعوني؟ قالوا له انت بس جيب لنا المعجزه اللي احنا عايزينها واحنا بعدها تمام وهنتبعك. طبعا هم بيقولوا له كده بيحاولوا ان هم يزنقوه في الكلام ويثبتوا ضعف حجته. فهو قال لهم اطلبوا. طلبوا منه طلب صعب جدا ومحدد. قالوا له شايف الصخره اللي هناك دي؟ احنا عايزينها تنشق ويطلع منها ناقه عظيمه وتكون حامل في الشهر العاشر. فصالح عليه السلام راح لربنا وبدا ان هو يتضرع ويدعوه ان هو ينزل المعجزه من عنده. وفعلا قدام الناس كلها في منظر مهيب الصخره بتنشق وبيطلع منها ناقه حامل في الشهر العاشر، وبعد فتره كمان ولدت ناقه صغيره. ودي واحده من اغرب المعجزات في القران، لان المعجزه دي كانت معجزه حيه وعايشه قدام الناس. فده كانت الاختبار الاولاني من ربنا لقومه. الاختبار الثاني بقى صالح عليه السلام قال لهم انتوا بعد كده هتشربوا يوم واحد بس من الميه، واليوم الثاني هتسيبوا الناقه هي اللي تشرب. فهم قالوا طب ثانيه واحده، لما الناقه هتشرب في اليوم ده احنا هنعملوا ايه؟ هنموتوا من العطش يعني؟ قال لهم لا، في اليوم اللي انتوا مش هتشربوا فيه من الميه هتشربوا من لبن الناقه. وسبحان الله لبن الناقه قدر ان هو يكفي كل العدد ده. ولكن بعد فتره بدا المنافقين من قومه اللي هم لا امنوا ولا حاجه بقوا بيتجمعوا بيتكلموا فيما بينهم ويقولوا يعني صالح ده غصبنا وفرض علينا الكلام بتاعه ولا ايه؟ لا احنا الكلام ده مش داخل دماغنا ولازم نتصرف ونوضح حد ليه. وهنا بقى قرروا ان هم يعملوا الكارثه. طلع اتنين منهم، الاولاني قال انا عندي بنات كتير، اللي هيقتل الناقه بتاعت صالح عليه السلام هديله ما شاء من البنات يتجوزها. والتاني طلع وقال انا معايا اموال كثيره، واللي هيقتل الناقه هديله ما لذ وطاب من الاموال. فهنا بقى طلع اتنين، واحد اسمه مصرع والتاني اسمه شداد، وقالوا احنا اللي هنقتل الناقه ونحصل على النساء والاموال. وجمعوا معاهم حوالي 7 رجاله يعني بقوا 9، وقرروا ان هم يجمعوا اسلحتهم واتجهوا عشان يروحوا يقتلوا الناقه. واللي ما يعرفوهوش ان دي هتبقى اكبر كارثه هيعملوها، وان العذاب اللي هينزل عليهم هيكون مرعب. يبقى اللي هيحصل بعد ما يقتلوا الناقه وايه شكل العذاب اللي هينزل عليهم، والاهم من كده هو ازاي صالح عليه السلام هيكلمهم وهم اموات. ده اللي هحكيه لك في الحلقه الجايه. مش تعمل لايك ومتابعه لو عجبك الفيديو. رمضان كريم عليكم، كان معاكم محمود زايد، سلام.